روجيرو ميكيلي مدرب منتخب مصر الاولمبي لازم يمسك المنتخب الاول اقل تقدير، وده طبعا في حال فشل كابتن حسام حسن مع المنتخب. على الاقل تديله منصب مشرف عام على تطوير الكره المصريه مثلا. الراجل ده عمل ومازال بيعمل معجزه مع المنتخب الاولمبي، لان الراجل ده قبل الاولمبيات اتحارب كتير قوي علشان العناصر اللي هو عاوزها ما توفرتلوش. يعني لك ان تتخيل ان زيزو لولا ان الزمالك فقد المنافسه على الدوري وزيزو نفسه وافق انه ينضم ما كانش هيروح. ده غير كمان ان بالصدفه البحته ان اني عقده خلص مع ارسنال، بالتالي بقى فري، بالتالي راح المنتخب الاولمبي. بس هم دول الاثنين لعيبه الكبار من اصل 3 لعيبه المفروض روجيه ميكيلي كان عاوزهم من الدوري المصري. ده غير كمان انك لو بصيت على قائمه منتخب مصر الاولمبي هتلاقي ان الدكه مش اقوى حاجه تسند فرقه مثلا في وقت صعب زي الشوط الثاني مثلا وانت متاخر بهدف. يعني عندك مثلا واحد زي ميسي ده المفروض ان هو بديل، وانا مش عارف هو ميسي ازاي اصلا. واحد زي قطه مثلا دوت انا مش عارف يعني هو بيعمل ايه بالظبط. يعني هو بيمسك الكوره قد ايه، بيرقص كام واحد، ما اعرفش برضو ايه الكينونه بتاعته كلاعب كوره. لعيب زي بلال مظهر المفروض